كما قلت سعيد جدا أن يكون معنا بطل العالم الكابتن محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي للشباب. الحقيقة لما نتحدث عن بطل العالم ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل. بطولة كأس العالم فازت بها السعودية سنة 89 في اسكتلندا، منتخب ناشئين، ولكن فئة الشباب تبقى أصعب بكثير، وتمكن من خلالها محمد وهبي من الفوز بهذه البطولة العالمية مع المنتخب المغربي. كابتن محمد وهبي، سعيد جدا بوجودك معنا في قطر 25. السلام عليكم، ميرسي بوكو، شكرا. طبعا نبارك لك من جديد. الحقيقة الإنجاز لم يكن عادي بالمرة. هو سؤال من وحي اللحظة، هل البطولة العالمية جاءت من خلال المشوار، يعني ستيب باي ستيب، بعد الفوز أمام إسبانيا وفوز أمام البرازيل بدأت تتضح ممكن إمكانية الفوز بكأس العالم، أم كان هدف من البداية مرسوم للمنتخب المغربي أن يذهب بعيدا في هذه الكأس العالمية؟ C'était un objectif, كان هدفا بكل صراحة وصدق وضعناه وحددناه منذ البداية حتى نخوض مباريات التصفيات، وكنا نطالب أنفسنا بالكثير ومع اللاعبين نذهب ونكون نريد أن نفوز، ينبغي أن نصحح ذلك. وعندما لعبنا في كأس أفريقيا إذا فعلنا شيء كنا نتحدث عن ذلك، حتى في المباريات الودية كنا نطالب أنفسنا كثيرا، حتى لو كنا نفوز 3-0 نقول لم يكن ذلك، لأن كأس العالم تتطلب أن نقدم أداء أفضل. لذلك كنا لمدة 2.5 كان من الصعب أن نصل إلى كأس العالم، وعندما نصل سنكون جاهزين. والحقيقة كنتم جاهزين على المستوى الجماعي حتى على المستوى الفردي، باعتبار المغرب معمى أفضل لاعب أفضل هداف أيضا مغربي في تلك البطولة. الحقيقة المنتخب المغربي سيطرة مطلقة على كأس العالم، وهذا ليس بالأمر الهين، يعني الحقيقة كأمر صعب جدا. فقط هو لن أتحدث كثيرا عن هذه الكأس العالمية باعتبار كابتن محمد وهبي كان معنا في عديد البرامج على قنوات الكأس الرياضية وتحدثنا بإطناب على هذا الإنجاز. ولكن تعلم جيدا نتيجة المنتخب المغربي سلط الضغط حتى على منتخب الناشئين، وشهد دخول منتخب الناشئين في هذه الكأس العالمية. صحيح النتيجة ممتازة في الأخير، ربع نهائي كأس العالم، ولكن البداية لم تكن جيدة باعتبار قيمة إنجاز منتخب الشباب، لأنه تعرف لما يفوز المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم سلط ضغط على بقية المنتخبات، لأنه أصبحت النتيجة مفروضة على كل المنتخبات المغربية في كل الفئات السنية. لا أعتقد أنه ينبغي أن نتوقع أن تفوز جميع الفرق. ما ينبغي أن نتوقعه هو أن المغرب يحترم أينما ذهب، وفي كل مرة يشارك في بطولة يحاول أن يفوز بها وأن يقدم